باش تحبس في اكفس الحباسات والظروف اللي ممكن تطيح لك في بالك، اللي كيقولوا عليها مالين ديك البلاد المنكوبه، الدخل مفقود والخارج مولي. البطل ديالنا اليوم من القله القليله اللي سلكوا منها، الاكثر من داك الشيء مشى حتى لاوروبا اللي كيحلم بها اي واحد، ولكن الحق اللي عنده على بلادو الظلم اللي تعرض ليه مخلاش يسكت. رجع مره اخرى لبلادو، ولكن زهرو خانو هاد المره، ما خرجش هو وحيد، ولكن التضحيات اللي دار خلاته يبقى حي في عينين بلادو والعرب بصفة عامة. البطل وشاهد الحرية اللي غنهضرو عليه اليوم في هذا الفيديو هو مازن حمادة. وشكون هو مازن حمادة؟ وشنو اللي خلاه يكون أيقونة النضال في قلوب السوريين والعرب بصفة عامة؟ داكشي اللي غنعرفوه في هذا الفيديو، ولكن مور الانترو داكشي باش منمشيوش بعيد. السلام عليكم. ملي غطات غيوم الربيع العربي السما ديال بزاف من الدول العربية في سنة 2011، كان مازن حمادة في 33 من عمرو ومن محافظة دير الزور شرق سوريا، وكان تكنيسيان في المجال ديال البترول. كان السوريين ديك الوقيته تأنس كبيرة ومتوانسة والمصريين اللي قدروا انهم يطيحوا زين العابدين بن علي وحسن مبارك. وهكذا نزل الشعب السوري للشوارع وجميع المحافظات بشعار الشعب يريد اسقاط النظام اللي حكم سوريا بقبضة من الحديد لمدة 40 عام. من هنا بدات النجمة ديال مازن حمادة كتلمع في السما ديال الاحتجاجات السورية، ولا وجه معروف للمظاهرات والاحتجاجات ديك الوقيته. كان معروف ايضا بالمعارضة والكره ديال بشار الاسد اللي كان كيعلن عليه تصريحات للصحافة كل ما تحت ليه الفرصة، الشي اللي خلى النظام يفيزي عليه ويحطهم بين الريوسة اللي خصهم يتحيدوا من المظاهرات والشوارع. وبالفعل تعتقل مازن حمادة المرة الأولى ليه هو بزاف من اللي بحالو اللي كانت جمعتهم كتضوي ظلمات شوارع سوريا. تعتقل مازن حمادة جوج مرات في مدينتو دير الزور، ولكن الفترات قصيرة. وفي 2012 طلع النيفو انتقل للعاصمة دمشق باش يكمل داكشي اللي بدا، ولكن الكوشمار ديال الاعتقالات بقى تابعو. هاد المرة ما كانش بحال المرات الفايتين، حيت نقل لمقر المخابرات الجوية ومن تما بداو المعاناة ديالو. في 2014 تطلق سراحو وقرر يهاجر لأوروبا ويطلب اللجوء، وبالفعل حصل على اللجوء السياسي في هولندا واستقر فيها. ومن ديك الوقيته نشط مازن حمادة في أوروبا وعرى كل الجرائم اللي كتوقع في الحباسات ديال النظام، من أساليب التعذيب حتى الإعدامات الجماعية. بوجه شاح وعيون غارقين في حفاري كحلين وكسدة ضعيفة ودمعة ما كتفارقش خدو، بان مازن حمادة في مقابلة تلفزيونية يعاود قصص من كثرة البشاعة ديالها ما تقدرش تخيلها. هضر مازن على كيفاش هرسو ليه الكارديانات طلعو، نقاز على صدرو البروشكانات ديالهم، وكيفاش حرقولو جلدو بالبوانت ديال الكارو، وكيفاش الجسد ديالو كيتهز بالصاعقات الكهربائية. والاكثر من هادشي كله كيفاش تغتصب وكيفاش تعلقوا ليه لعيبات تقال في الجهاز الذكري ديالو وهو معلق في السقف. هبطت الدمعة من عينيه وهو كيقول في فيلم الوثائقي مختفون قسريا في سوريا: ما غنرتاح حتى نشوفهم في المحكمة، حتى ولو خلصت بحياتي تمن لداكشي. من بعد ما قدم الشهادة ديالو عرى الواقع المأساوي اللي كيعيشوه المعتقلين في حباسات سوريا، ولات القضية ديالو قضية رأي عام. تطلق عليه لقب الميت المتكلم، حيت نجا من الموت اللي كيهدد اي معتقل في الحباسات السورية، وكذلك على التعابير وجهه الجامدة والحزينة والآثار النفسية اللي خلاها فيه التعذيب. 2020 رجع مازن لسوريا تعتقل مطار دمشق مرة أخرى. من ديك الوقيته ما بان ليه آثار واحد، ولكن السؤال اللي غيدرونجي أي واحد سمع قضية مازن هو شنو هو السبب اللي خلاه يرجع لسوريا وهو عارف بلي المصير ديالو هو التعذيب والموت. انا كيتقال ان النظام مارس عليه بزاف ديال الضغوط باش يقنعوه يرجع، ومن بينها انهم هددوا الى ما رجعش غيعتقلوا عائلته كامله. ومن بعد 4 سنين من الاختفاء ديالو حيا سقوط النظام الاسد الامل في انهم يلقاوه فين ما كيرسو كيفرقعوا البيبان ديال الحباسات.
بالفعل لقاو، ولكن كان كشدها هامدة، وحتى مور ما قتلوه باش يسكتوه فشلو مرة أخرى. رسمات الكدمات والحروق اللي بجلدو العذاب اللي تعرض ليه قبل ما يموت.